الرئيس الراحل حسني مبارك قال جملته الشهيرة: خليهم يتسلوا. خليهم يتسلوا. كانت رسالة مباشرة إن صوت الناس ملهوش أي قيمة، وإن العملية كلها شكل وبس. لكن في 2025 بنسمع كلام تاني خالص من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: لو في تزوير انتخابات تتعاد وصوت المواطن لازم يوصل. فرق السما من الأرض، فرق بين دولة كانت بتتسلى بينا ودولة بتحاول فعلا تنضف وبعدين تقولوا ان احنا بيتها من جوه. ظلمنا انفسنا. مش كلام بس، لا ده ظهرت قرارات حقيقية على الأرض. الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت الانتخابات بكاملها في 19 دائرة. قرار ما حصلش قبل كده، وده لوحده رسالة واضحة. أي دائرة مش واضحة تتعاد، أي صندوق مش نظيف يتراجع، أي شكوى لها سند ليست بمنأى عن تتسمع. التفاعلات التي وده يدل إن اللي بنطلبه مش خيال. الإصلاح بقى واقع والبلد ماشية فيه بالفعل. مشاكل واضحة والناس ما سكتتش. اللي حصل في الجولة الأولى مش تفصيلة، دي حاجة هزت الناس. شكاوى جماعية من دوائر كتير، من مرشحين يفحصون وما زالوا يحققون، مواليين للدولة في الشكاوى قبل المعارضين. وده يخليك تسأل ليه كل ده؟ ليه ناس من أحزاب الدولة نفسها بتستغيث وبالرئاسة؟ وسيتم اتخاذ ليه إرادة العملية الانتخابية لسه فيه بقايا من الطرق القديمة اللي الشعب زهق منها؟ علشان كده الدولة اضطرت تتدخل، عشان كده اتلغى 19 دائرة، علشان كده بقى لازم إصلاح شامل مش ترقيع. خلونا نتكلم بصراحة عن الحاجات اللي لازم تتعدل علشان الإرادة تبقى إرادة حقيقية فعلا، مش ترقيع. لو